بسم الله الرحمن الرحيم. باش نعملكم اليوم فندق الغلة. فلفل حلو، قرع، بطاطا، الطماطم. لنا صابين تاع كاس تاع زيت، كاس دقيق ما كثرتش، شويه مش برشا، فهمت. ولنا عملت اللحم مفروم، وعملت معدنوس وراس بصل كبير، وذبلت اللحم والمعدنوس او الدجاج مع بعضه بالكدا. وبعد البصل والدجاج ذبلتهم بالكدا. وزاد ذبلت معاهم شويه معدنوس، اشتريت قطعه نتاع معدنوس مش برشا. وعملت موتزاريلا، وعملت 4 توابع جبن مثلث، فهمت. واللفاحات كما تعرفوا انتم تابلو كرويه، ثوم، فلفل اكحل، قرفه، سكنجبير، كركم، ما كثرتش، شويه شويه عملت فيه، فهمت. وعملت فيه دوب كعبه برك عظم، تعرفوا الحشو كيفاش يبس. ما عملتش فيه شابير روح، ما عملتش فيه المره هذه. باش نبداو بسم الله. وبعد نحطه في الكوشه، بعد ما نعمر الطبق والكل نحطه في الكوشه. بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطا تاخذوا كصغيره، ما تاخذوش شكل كبيره، فهمت. صغيره هاكا تقسموها في الوسط، تنحوا شويه من فوق هكا بالكل، وتحفروها بشويه بشويه، فهمت. بالواحد تاع البطاطا، الموس تاع البطاطا تبدو تحفروا فيها بشويه بشويه هكا حتى تجيكم كيما هذه. نعم. هاي البطاطا الكبيره قسمت على 4، البطاطا صغيره خي تجي كعبه معموله خي. والصلصه نتاعها كالعاده طماطم، هريسه، فلفل زينه. هذا القراع كيفاش نعمل، خاطر خديت قراع جيد برشا، ونقدو في الوسط. بك القشاره نتاع الطماطم تاع البطاطا راهو نقدوها في الوسط، ندخلوا القشاره هذيك بشويه 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 حتى تمشي معاك، راهي تقشر من داخل تهبل. وبشويه بشويه بالمغرفه نتاع القهوه، تعملوها بالقهوه، بالمغرفه تاع القهوه. هذا القرع هو في الفلفل. آه. نجم تعملوا هكا، راقد هكا هكا. نكمل ونرجع لكم. توا باش نصب الصلصه نتاعها كما قلت لكم، الفاح كما تعرفوه، الفاح يكون كما تعرفوه. الصلصه هذيك نزيدها شويه ماء باش تطيب عقلها. من باش نغطيه في الباكيت سلوفان كويسه،
من بعد نعملو البابي هذه لمنيا باش يلم. يقعد حكاية ساعة ساعة غير ربع، انت وحسب الكوشة. فما كوش قوية، فما كوشة ماهيش قوية، فما انا نحطو توا هذا اخر واحد 280 درجة. من بعد عاد نوريكم كيفاش يصير. توا الحمد لله هكا ساعة بالضبط. قعد لي ساعة بالضبط. أفضل البطاطا كيفاش تفلقت على مرتبة هكا، يعني الطابل بدا هو مازال سخون. أفضل القراع في ساعة. مازال سخون حتى باش نعمل هكا شوية باش نجبد سخون برشا. حطيلو هذه أكلتنا اليوم ومعها سليطة خضراء، وإن شاء الله قسمكم في الجنة إن شاء الله المرة الجاية في أكلة أخرى.